اشترك الآن على قناتنا السوشيال ميديا، كل ما ترغب به وأكثر. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. المنتخب المغربي ينتظر قرارا مهما من الفيفا بشأن ياسين بونو. منتخب كندا يتلقى أقوى ضربة قبل ساعات على بداية المباراة أمام المغرب. تصريح مستفز من مدرب كندا يحاول تشتيت تركيز لاعبي المنتخب المغربي. اجتماع مهم بين الأقجع وحمد الله قبل مباراة كندا. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر الأخبار دائما. اضطر الطاقم الطبي للمنتخب المغربي إلى بعث تقرير طبي مفصل إلى الفيفا حول الحالة الصحية للحارس ياسين بونو، والذي تعرض لوعكة صحية لحظات قبل بداية مباراة المنتخب المغربي ضد بلجيكا، ما دفع المدرب والد ركراكي إلى الاعتماد على حارس المرمى البديل منير المحمدي لخوض المباراة، حيث راسلت اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب المغربي مطالبة بتقرير مفصل عن بونو، وذلك بعد علمها أن الحارس المغربي شعر بآلام في الرأس، وأن الإصابات في الرأس تستوجب على الطاقم الطبي للمنتخب المغربي أن يبلغ بها اللجنة الطبية للفيفا للبث فيها واتخاذ القرار بشأن الاعتماد على اللاعب في المباريات القادمة من عدمه. وينتظر أن يتوصل الطاقم الطبي للمنتخب المغربي بالقرار النهائي للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن حارس المرمى بونو والترخيص له بخوض المباراة ضد كندا. يسارع المنتخب الكندي لتأهيل لاعبيها العميد آثيبا هاتشينسون وستيفان أوستاشيو، حيث كشفت تقارير إعلامية كندية أن اللاعبين تعرضا للإصابة خلال مباراة كرواتيا الأخيرة، ما يهدد إمكانية مشاركتهم في المواجهة أمام المغرب. ولم يقرر الجهاز الفني للمنتخب الكندي بشأن إمكانية الاعتماد على اللاعبين ضد المنتخب المغربي، مع العلم أنهما من بين أفضل اللاعبين في المجموعة. أكد جون هيردرمان مدرب المنتخب الكندي أنه قام بدراسة وتحليل أداء المنتخب المغربي، مؤكدا أن الفريق يضم لاعبين عالميين في صفوفه، وقال أنه يعلم بأن أشرف حكيمي هو قلب المنتخب المغربي والمحرك الأساسي لها، كما شدد على أن المنتخب الكندي سيلعب مباراة قوية وسيدخل هذه المواجهة بذهنية مختلفة، حيث سيعمل لاعبيها على استغلال نقاط ضعف المغاربة والفوز عليهم. عقد فوزي الأقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم لقاء مع عبد الرزاق حمد الله قبل مباراة كندا، حيث تعتبر هذه من اللقاءات النادرة بين الأقجع وحمد الله بعد تقدم اللاعب باعتذار عما بدر منه في فترات سابقة. وتوجه الأقجع لمهاجم اتحاد جدة وتحدث معه بشأن مباراة كندا، حيث أثنى الأقجع على روح حمد الله العالية وانضباطه داخل المجموعة وحثه على تقديم أداء كبير في مباراة كندا والتسجيل إذا سمح الأمر لافتتاح عدد أهدافه مع الأسود بعد غياب ل3 أعوام ونصف. تحدث زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا عن مواجهة بلجيكا الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم. ويلتقي المنتخبان في جولة الحسم لبطاقتي التأهل في المجموعة، وتحتل كرواتيا الصدر برصيد 4 نقاط، فيما تحتل بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وقال داليتش في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: نحن نتوقع أن يلعب لوكاكو منذ البداية، وهذا يعني أن بلجيكا ستغير طريقتها في اللعب بوجوده، حيث سيكون العنصر المركزي في الهجوم. وتابع مدرب كرواتيا حديثه بالقول: سيكون من غير المجدي أن نتحداه جسديا، لأن لوكاكو أقوى منا. إذا تمركزنا جيدا وضعفنا الرقبة فإن بإمكاننا حل نصف المشاكل. ولم يشارك لوكاكو في المباراة الأولى لبلجيكا ضد كندا، وشارك كبديل في الدقيقة 81 من المباراة الثانية التي خسرها المنتخب أمام أسود المغرب بثنائية تاريخية.
ويأمل جمهور بلجيكا أن يساهم لوكاكو في إنقاذ مسيرة المنتخب في كأس العالم، فأي نتيجة غير الفوز ستطيح برجال المدرب روبرتو مارتينيز خارج المونديال تماما. أعلن البرتغالي كارلوس كيروش رحيله عن تدريب المنتخب الإيراني عقب خروجه من بطولة كأس العالم بقطر. وقاد كيروش المنتخب الإيراني للخروج من مونديال قطر عقب الخسارة أمام أمريكا بهدف دون رد في ختام مباريات المجموعة الثانية. ونشر كيروش بيانا عبر حسابه الرسمي على انستغرام وقال: لا يوجد شيء غير أخلاقي عندما لا تحقق أحلامك. أنا فخور بكم، كنتم رائعين داخل وخارج الملعب. وكان الاتحاد الإيراني في وقت سابق قد أعلن أن مهمة كيروش ستنتهي مع المنتخب بعد نهاية كأس العالم، حيث وقع البرتغالي على عقد قصير الأجل. ويعد هذا هو الظهور الرابع لكيروش في كأس العالم، حيث سبق وأن ظهر 3 مرات خلال نسخ بواقع مرتين مع إيران، نسختي 2014 و2018، فضلا عن نسخة 2010 مع منتخب بلاده البرتغال. جدير بالذكر أن كيروش صاحب 68 عاما تولى مهمة إيران في شتنبر الماضي بعد 6 أشهر من رحيله عن تدريب منتخب مصر. أفادت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن هناك عدد من التغيرات التي قد تحدث في نادي يوفنتوس في المستقبل القريب حتى على الصعيد الفني، حتى وإن كان ماسيميليانو أليغري لا يزال في منصبه كمدير فني للفريق إلى الآن. وذكرت الصحيفة تفاصيل جديدة عن ما حدث في النادي بيانكونيري بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل، وأكدت بأن المدرب أليغري والمدير فيدريكو كريوبيني كان مستعدين أيضا لتقديم استقالتهما، إلا أن أندريا أنيلي رفض هذه الخطوة. وطلب أندريا أنيلي الرئيس المستقيل لنادي يوفنتوس طلب من أليغري وكريونيني الاستمرار وبذل قصارى جهدهما فيما تبقى من الموسم لتحقيق لقب. وكان جون إلكان رئيس شركة تيكسور المالكة لنادي يوفنتوس قد أكد على بقاء أليغري في تصريحاته الأخيرة، ولكن مستقبل أليغري في الموسم القادم لا يزال غامضا. وحسب نفس الصحيفة فإنه سوف يتم تقييم عمل أليغري من جانب الإدارة الجديدة اعتمادا على النتائج التي سيحرزها في النصف الثاني من الموسم. اشترك الآن على قناتنا السوشيال ميديا، كل ما ترغب به وأكثر.